السلام عليكم كوتش عبد الله، وعليكم اخبارك السلام، ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله والله كله تمام. آه طبعا انا ماشي في الاسابيع يعني الى ان وصلت للكرافت يور اوفر. مفيش شك انه يعني زي ما اتكلمنا برضو مؤخرا، انا حابب ان انا يعني اعدل في الاوفر اللي موجود حاليا. يعني انا اعتبره كده وان هايبوثيسز. و الهايبوثيسز دي جابت يعني نتيجة نوعا ما، وإن كنت طبعا زي ما قلت لك في الأول، بما إني يعني ما عملتش إعلانات على الفيسبوك بقالي كتير، فمش فاكر الأرقام بتاعتي عاملة إزاي 2023 يعني. لكن حاليا كومبليتلي أورجانيك على لينكدين. كل فين وفين لما بعمل كونتنت و كول تو اكشن في الاخر كده، ساين اب في البروجرام دوت. لو شوف التفاصيل هنا بيجي لي ساعات انزل برضو خصومات، مثلا في ايام معينه او في المناسبات برضو بيجي لي. لكن اوكي. مش دوت الايه. ففي البروف اوف كونسبت موجود ان الكورس، الناس اللي بتدخل تشكر فيه تحصل على شهادات. ولكن حاسس ان في بارير او شيء يعني، وانا متاكد ان في بارير ما بين ان الناس اللي بره يعني ممكن تكون عارفه الفاليو بتاعت محمد الشحات، بس آه، م- ال- ده من وجهة نظري شايف ان السيلز بيج مهم. فيها مشكله. ده اللي انا يعني بخبرتي المحدوده في الموضوع ده، حاسس ان السيلز بيج فيها مشكله، ممكن تكونفيرت اكتر. الريزلتس موجوده، الناس بتدخل وبتحقق نتائج، بس اوكي. الكونفرجن ضعيف جدا. اوكي. فعلشان كده يمكن لما كلمتك مؤخرا قلت لك انا حابب ان انا يعني اشوف ايه الاوفر الحالي موجود، ايه اللي ناقصه، مهم. ونعمل منه ريفيجن فيرجن تانية. اوكي، تمام. احنا دلوقتي عندنا شقين للموضوع. عندنا الاوفر نفسه. اي اوفر في الدنيا عندنا اوفرز. اي حاجه في الماركتنج عامه بتتكون من ايه؟ اي ماركتنج، اي سيلز، يعني اي كونفرجن بيحصل بسبب ان في اوفر بيضيف فاليو للعميل، اللي هي الكونفرجن ايكويشن اللي كنا بنتكلم عنها. نيش في اوفر بيساوي ريزلت. مم. تمام. عندنا نيش وعندنا الريزلت الجميل. اوكي. الاثنين اللي احنا اللي حاليا موجودين، على فكره دي ريزلت للعميل وريزلت للكونفرجن. يعني ده تنقسم لحاجتين: العميل، وهنا الايه التحول، ان هو اشترى. يعني دي تعتبر نتيجه برضه كونفرجن. تمام. طيب، انا الاوفر بتاعي يعتبر فاليد لان في ناس اشترته، او على الاقل الناس اللي اشترته جابت ايه؟ جابت ريزلت. فانا من وجهه نظر العميل انا تمام. خلاص. طيب لو خدنا نفس الايكويشن دي في الماركتنج، ستيل ده هنا بتكلم من وجهه نظر الايه؟ العميل، مش الكونفرجن. تعال ناخدها من وجهه نظر الكونفرجن، نبص عليها من ناحيه الكونفرجن، التحول عامه. انا عشان يحصل كونفرجن على، وخصوصا على سيلز بيج تحديدا، سيلز بيجز نتكلم في يعني ميد تيكت كونفرجن. ميد تيكت يعني بنتكلم من اول 1000 لغايه 10000، او قول يعني ايه قريب من الهاي تيكت شويه. يعني خلينا نكتب هاي تيكت. تمام. الهاي تيكت سيلز او المبيعه اللي بتحصل في السيلز بيج، الهاي تيكت، يبقى الكونفرجن ريشيو الافريج الطبيعي بتاعها في سيلز بيج حوالي معاك، يعني من ايه بقى، من نص في المية ل 2%. لو انت يعني ايه، لو عامل سيلز بيج خياليه فيها كل الستاكس بقى، اسمها الفاليو ستاكس والبنفيتس والفيتشرز والفاسينيشنز والكلام ده كله والبولتس، الحاجات دي كلها، وصور وفيديوهات والكلام من ده. خلاص. ده 2% كولد اودينس. ده كولد ترافيك. سؤال رائع. ده كولد ترافيك. نكتب هنا كولد ترافيك. بمعنى انا محتاج كام حد يزور الصفحه دي عشان يشتري؟ يعني من كل 1000 غالبا هنتكلم في كام؟ في 1% مثلا.
1% من كل ايا كان الرقم، 1% من اي حد هيخش. احنا عشان نضرب كده 1000 فيه. اتكلم في 20 واحد لو 2% بس. هي في الطبيعي تبقى 1% عامة يعني الافرج. ماشي. بس يعني 2% ده 10 لو تنفار. يعني اتكلم في 10 تنفور من كل 1000 واحد. خلاص. بس برضه مش كده يعني، ما تبقاش كده قوي. هي في الطبيعي تبقى اقل من كده كمان. 1% يعني ده رقم برضه ستيل. خلاص. فالفكرة هنا يعني احنا ممكن ناخدها من ناحيتين. ممكن نقول ايه زينب. الحتت اللي احنا ممكن نطورها، احنا ممكن نطورها من عندنا دلوقتي. حاجتين: الكونفرجن، ازاي بيحصل كونفرجن، الفانل نفسها. هل ممكن نغير مثلا الفي اس السيلز بيج للفي اس ال؟ طبعا ممكن. الافريج كونفرجن ريشيو بتاع يعني الفي اس ال المكالمه، في اس ال تو اكول. هنا بس غيرت الميكانيزم بتاع الكونفرجن، الميكانيزم بتاع التحول. يعني اللي هو لو عشان بس نبقى الامور واضحه للناس كلها. الواي فاي شغال عندك؟ معلش يا دكتور، انا سامع عارف. حضرتك، هعمل لك ميوت بس السيجنال هو عشان عليه. احنا سامعين الصوت. ماشي. هو هو الصوت ده مش عندي لا لا، يعني. مش انت، مش حضرتك، معلش. انا كان مع دكتور محمد بازينو. اوكي. لا طبعا. اه اوكي. يعني السيلز بيج دي احنا بنتكلم في حاجة مكتوبة فقط، كلام. يس يس. في كل كلام. فانل، كل ميثود يعني في حاجه اسمها كونفرجن ميكانيزم. كونفرجن ميكانيزم. شفت اللي هو في مصطلح كده بيقولوه بتوع الموبيليا، يقول لك ميكانيزمات. بيقولوها بالره. مم. ايا كان اللي هو الكنبه اللي بتطلع وبتنزل ومش عارف ايه، الكنبه اللي مش عارف بتتك على زرار بتتقلب مرتبه، الكلام ده. نفس مم. الكلام في الماركتنج بالظبط. وسائل التحويل كتير. ممكن تبقى سيلز بيج، اوكي. ممكن تبقى في اس ال فانل، ممكن تبقى حاجه اسمها تشالنج فانل، اوكي. ممكن تبقى ايه تاني، ممكن تبقى فيرتشوال ايفنت، ويبينار. ممكن تبقى لونج فورم ويبينار. الويبينار غالبا بيبقى مدته من 30 دقيقه وانت طالع. الفي اس ال بيبقى قصر شويه. ممكن تبقى ويبينار. ممكن تبقى يعني معانا كتير بقى، معانا حاجات تانية كتير. ممكن تبقى حاجه اسمها لو تيكت فانل، وبتتحول بعد كده لهاي تيكت. يعني في قصص كتير قوي في الكونفرجن ميكانيزم. احنا يعتبر اكتر حاجه ممكن، واكتر واسهل وابسط واسرع وسيله تجيب لك مبيعات هي دي. وارقامها محفوظه، ارقام الفانل محفوظه. انا عايز كل اللي انا محتاجه الفيديو يكونفرت غالبا، يعني في اون افريج بيكونفرت على 10%. ماشي، ده اقل رقم. تمام. عندنا فيديو بتكونفرت على 30. بيكونفرت يعني 10% من الناس اللي بتشوف الفيديو بتحجز مكالمه. خلاص. يعني لو عندي 100 واحد، 10 هيحجزوا مكالمه. تمام. تمام. دول كده ايه؟ كولز بوكت. في الطبيعي من كل أربعة واحد بيشتري. يعني من العشرة دول في اتنين هيشتروا. تو كلاينتس. خلاص. فبسيطة حلوة. كل اللي انا محتاج اعمله اعمل اعلان للفيديو، اعلان للفيديو، اعلان للفيديو، اعلان للفيديو. الميزه ان الاعلان شغال 24 ساعه، وانا بيجي لي مكالمات 24 ساعه، وانا بعرف ابيع كويس جدا، فبالتالي بيخش لي عملاء بشكل يومي. ده ميزه الفي اس ال فانل. اوكي. طيب انا نرجع تاني للموضوع اللي احنا فيه. طيب انا دلوقتي غيرت وسيله الكونفرجن، وسيله التحويل بتاعتي اتغيرت، بقت فيديو. بقيت ابيع بفيديو لمكالمه. اللي هيعرفني انا هبيع ولا لا الارقام بتاعتي. اوكي. لو عرفنا نحسب السيلز بيج ساعتها من سنتين. طبعا حضرتك قلت لي مش فاكر الارقام بالظبط، فمش مشكله، مش يعني عادي، احنا كده كده هنبني الدنيا تاني، مش مشكله. والسيلز بيج بتاعتك على فكره لذيذه، فيها معلومات كويسه جدا. اتس دان يعني انت دارس. في elements كويسه جدا. ناس كويس. شاطره فاهمه في الماركتنج عاملاها كويس. تمام. حضرتك بتكلم عن حضرتك عامه، مش على اللي عاملها يعني. تمام. عندك تمام. علم بحاجه معينه مشيت عليها في سيستم مش معمول اي كلام. خلاص.
اتس ا جود سيلز بيج، بس الكوبي بتاعتها محتاجه تتطور. فبدل ما اقعد اطور في السيلز بيج وفي الكوبي بتاعتها واشوف واعمل سبليت تيست، ما هي سهله وجميله. اسهل حاجه، اسهل وسيله تبيع بيها، كومبليتلي دايركت. السلام عليكم يا جماعه، انا ببيع 1 2 3 4، او بحل مم. مثلا مشكله واحده، مشكله اتنين، مشكله ليها سيستم يعني. خلاص. مم. ممكن تعمل شورت فورم، ممكن تعمل لونج فورم عادي. في فيديو 5 دقائق، في فيديو، الفيديو بتاعي مثلا حوالي 27 دقيقه، ليها ستايل، ليها سيستم، وهنعملها سوا في 1 تو ميتنج. اوكي. مم. المكالمه عندنا يعني 2 كومبليت ويكس بيشرحوا لك ازاي تتكلم مع حد بوتنشال كاستمر وتبيع له البروجرام بتاعك. تمام. مم. ففي عندنا كاستمايز سيستم. احنا هنا انا هنا بلعب فين؟ بلعب في الكونفرجن، بلعب في التحول. مم. التحول لمين؟ حد ما يعرفنيش، كولد ترافيك، حد ما يعرفنيش خالص لعميل. هخش على فيديو، فيديو بيعي، كول، مبيع، سوبر سمبل. تمام. عشان اعمل كل ده عشان اعمل ايه؟ مبيعه هاي تيكت، مبيعه بمبلغ عالي. قليل قوي اللي ممكن يدفع مثلا 8000 10000 من سيلز بيج. بيحتاج كونفورميشن، بيحتاج حد يكلمه، بيحتاج اي حاجه، بيحتاج متابعه. ايوه. تمام. لكن عشان حد ما يعرفنيش من الاول ويشتري هاي تيكت، محتاج ايه؟ شافني في فيديو، شاف مني مثلا حاجه معينه، دخل مكالمه، قبل ما يخش المكالمه بيبعت له سيريز اوف فيديوز كده المفروض يشوفها. خلاص. فهو بيبقى عارفني سام هاو، فانا بقيت فاميليار عنده، فالسيل بيبقى اسهل. ولذلك هتلاقي مم. الكونفرجن ريشيوز غالبا هنا من الكولد ترافيك، يعني من حد ما يعرفنيش خالص لعميل، من كل يعني بنتكلم في حوالي 5%، 4%، 5%. ده من ايه بقى؟ من الشخص اللي بيشوف الفيديو الاعلاني بتاعك او الاعلان بتاعك من بره، 4% منهم بيشتروا، مم. which is اعلى بكتير من النص في المية او الواحد في المية بتاعت السيلز بيج. تمام. اوكي. ومع الوقت بقى، مع البراندنج يعني انا دلوقتي محمد صلاح لو عمل كورس في الماركتنج وخد نفس الفي اس ال فانل بتاعتي دي، هيبيع ب 30% من الكول ترافيك. هيعمل مم. هيعمل ارقام غير طبيعيه، لان البراندنج بتامبليفاي الكونفرجن بشكل غير طبيعي. مم. تمام. طيب، تمام. حد متابع مش فاهم حاجه لغايه دلوقتي؟ لو في حد عنده اي سؤال واحنا شغالين يعرفني. اوكي. طيب، ده كده بالنسبه للتحول. انا كده عالجت ايه؟ ازاي بحول حد ما يعرفنيش لعميل من غير ما المس الاوفر بتاعي، من غير ما اغير اي حاجه في الاوفر. خلاص. طب لو انا ضفت في الاوفر بتاعي شويه تعديلات، هل الكونفرجن ده ممكن يعلى؟ طبعا ممكن يعلى. ده الاوفر ده، هو الناس بتشتري ايه؟ الناس بتشتري ده. لو انا عملت الافاعيل هنا، عملت اقوى كونفرجن فانل في الحياه، وقلت اقوى كلام في الماركتنج بتاعي، بس الاوفر بتاعي محدش عايزه، محدش هيشتري. شكرا. عشان كده بنقعد نعمل ماركت ريسيرش من الاول، وبنقعد نفهم انا بقدم ايه، هو العميل ده هيحتاجه في ايه، هو ايه البيلرز اللي انا ممكن اضيفها على البروجرام بتاعي تخلي الناس تاخد قرار معايا النهارده. مثلا ايه اللي الناس فعلا عايزاه في الكوتشنج بالذات؟ عايزه متابعه. اي كوتشنج في الحياه، كلنا كوتشز، اي عميل كوتشنج عايز حد يتابعه، عايز سيستم متابعه محترم، عايز موست لايكلي ان يبقى فيه اهتمام من الكوتش بتاعه، عايز 1 تو 1، عايز اتنشن، عايز لما أي حد يبعت للكوتش يرد عليه بسرعه، وهكذا. ده اكتر حاجه الناس بتحتاجها. تمام. بلس الريزلت، بلس مم. الريزلت اللي هو داخل عشان. خلاص. فازاي ممكن نعمل كده؟ طرق كتير جدا. من الريسيرش بتاعنا بنرجع بقى نمسك الريسيرش الجميل اللي احنا عملناه والتحليل اللي احنا عملناه. خلاص. طبعا شفنا عند حضرتك زي ما قلت لي، احنا عندنا تو تايبس اوف كلاينتس. هنا بقى بتكلم عن الايه؟ الكونفرجن ايكويشن العاديه خالص، بتاعت ايه بقى؟ بتاعت العميل، ان انا يبقى عندي بزنس ناجح، اي كيو. تمام. نيش، في اوفر ايكوالز ريزلت. تمام. مين النيش؟ عندنا نوعين من الكاستمرز عند حضرتك. قلنا الناس اللي عايزه تاخد شهاده، تدور على سيرتيفيكت. تمام. والناس اللي عايزه تحترف،
اللي هم المهندسين غالبا بتوع الانتاج والصناعه، صح كده؟ تمام. اي ام عايز جي. يطبق. يس، اللي عايزين يطبقوا، خلينا نكتب كده اختصار اللي هو ابلكيشن، يعني حد يطبق. اوكي. طيب، حاليا ده بالنسبه لايه، للنيش. الاوفر بتاعنا البروجرام معروف، الريزلت بتاعتنا 100 100. خلاص. طب ايه اللي ناقص، ايه الميسنج هنا؟ الريزلت عندنا الكلاينتس اللي بيخشوا تقريبا، هل نقدر نقول عندنا 100% ريزلت لو العميل يشتغل؟ لو العميل ايه؟ لو العميل دخل معاك التزم بكل حاجه بتقولها 100% يجيب نتيجه، صح؟ اه يعني يعني مثلا اي يعني في ناس بتبقى ناوية تدخل الامتحان الدولي، فده حلو. يعني بنسبة 98% فعلا مفيش حد دخل الامتحان وما نجحش. وفي ناس هي بتبقى عايزة شهادة مني أنا، يعني مثلا لين سيك سيجما لاب في النهاية بتدي شهادة كومبليشن، اللي هو شهادة كويس. حضور يعني. بس فمش كل الناس طبعا بتبقى عايزة تدخل الامتحان الدولي يعني. كويس. في الجانب الآخر في واحد بيبقى داخل لا همه الشهادة ولا همه الامتحان الدولي ولا شهادة مني ولا أي حاجة، هو عايز يعرف إيه الموضوع بتاع اللين والكلام دوت وعايز يطبق. بالظبط كده كده. دي معلومه لحضراتكم عامه. نسب النجاح في الكوتشنج بزنسز في اي مجال في الدنيا، الافرج بتاعها 10%. ده رقم صادم على فكره. الكوتشنج بزنس كبزنس، يعني بغض النظر يعني عن شغال في بغض إيه. النظر عن المجال. يعني لو مم. خدنا كل الكوتشنج بزنسز كده كلها، يعني قسمنا عملنا الافرج بتاعها، هيطلع 10%. من 10% من كل كلاينت في اي كوتشنج بزنس في العالم بيجيب نتيجه. وده ليه؟ ده راجع لا اما حاجتين، يعني يا اما الكوتش نفسه يعني عنده حاجه لا اخلاقيه، يعني بشكل ما مش بيشتغل معاهم، يا اما العميل بيكسل. موست لايكلي، يعني موست لايكلي العميل مش بيكمل كل حاجه الكوتش بيقول له عليها، موست لايكلي يعني، في اغلب الظروف يعني. تمام. فكونك بتعمل 98% ده رقم فظيع، واتمنى ان احنا نستمر عليه بشكل قوي جدا. طبعا 98% دوت لو حد ناوي يدخل الامتحان ودخل، يعني ده نسبة النجاح الناس اللي بتدخل الامتحان الدولي. تمام. يس يس، انا معاك في ده. آه. انا بتكلم لكن على انت نجاح الكوتشنج بروجرام. م. لكن انت اثرت نقطة مهمة، انه يعني او سمعت معايا نوعا ما، اللي هو ان الكلاينت احيانا ممكن ما بيعملش اللي انت بتقول له عليه، بنسبه وده كبيره. يعني اعتقد ان هو كتير. بنسبه كبيره بيحصل. و احيانا مش يعني يعني اللي انا عايز اقوله انه مش بيعمل بسبب ان هو مثلا انشغل، ودي يعني قصة بقى تانية بقى ان هو اه يدخل اه البرنامج اه ما يكملوش. لا، انا بقى مش بتكلم يعني مشغول كسل، او يعني مش بلوم حد في يعني حاجه، انا بتكلم على الرقم بس مش اكتر. ممكن اوكي. يكون انشغل، ممكن يكون حد حصل له ظرف، ممكن يكون السياسه بتاعه البيزنس اللي انت الكوتشنج بيزنس مثلا، ان انت لا 3 شهور كلهم ما فيش عندك مثلا اجازات، حتى لو حصل لك ظرف، فممكن يكون حد حصل له ظرف في 3 شهور كلهم ما قدرش يشتغل. فده اوكي. بوظ النسبه، بس ما يعني مش قاصد، مش نيته يعني. مهم. بتحصل. فده رقم الافرج عامه وخصوصا في الاونلاين، انا بتكلم في الاونلاين. الاوفلاين قصه ثانيه. تمام. طيب، نرجع تاني لموضوعنا. احنا دلوقتي عندنا ايه؟ فاضل الاوفر بقى. خلاص. سؤال: هل يمكن تحسين الاوفر بشكل ما بحيث ان احنا نعلي الكونفرجن ونعلي الريزلت؟ يمكن طبعا. موضوع لذيذ قوي، واضح جدا. طيب ازاي بعمل ده؟ بشوف، يعني تعالى نمسك الاوفر لوحده هنا كمان. اوفر. تمام. ايه اللي ممكن نطوره على الاوفر بتاعنا بحيث ان احنا نخلي الناس تشتري دلوقتي معانا رايت ناو؟ حاجات كتير جدا. اولها ان انا اقدم سبيسيفيك ميكانيزم للاوفر نفسه. انا كلمه ميكانيزم دي يعني ايه؟ وسيله او سيستم مختلف بقدمه، بيدي قيمه مضافه للحاجه اللي انا ببيعها. ميكانيزم.
الكنبه لما تديها مثلا ميكانيزم ان هي تقلب تقلب مرتبه او تقلب سرير، ادت قيمه مضافه للكنبه نفسها. الكنبه بقت اغلى صام هاو لان اديتها ميكانيزم. نفس الفكره في الاوفرز بالظبط. عندي برنامج تدريبي اديته ميكانيزم زي اسم، نيم ات، جيف ات يعني فانسي نيم، اديها فانسي نيم كده. تمام، نكتب هنا تحت ميكانيزم، وليكن مثلا حاجه زي ايه، قانون التوسع الطبيعي مثلا. ده الميكانيزم بتاعي في السكيلينج. وليكن هساعدك تكبر الكوتشنج بزنس بتاعك باستخدام حاجه اسمها قانون التوسع الطبيعي. تمام. وليكن ممكن تكون نفس الحاجه بس انت مديها ميكانيزم مختلف. ده من ضمن الحاجات اللي بتحسن شكل الاوفر. خلاص. طيب حاجه تانية غير السبيسيفيك ميكانيزم ممكن نضيف ايه؟ فيتشر او بنفيت. خلينا نتكلم عن البنفيتس الاول. عندنا كذا نوع من انواع البنفيتس. تمام. انا بتكلم عن ايه؟ اوفر انا بحط يعني بحط عليه بهارات، هو نفس الحاجه ما اتغيرتش، بس الناس هتشتري عشان البهارات دي. تمام. الفيتشر ان انا بعمل فيتشر يعني بضيف حاجه فعلا. لغايه دلوقتي بنتكلم في بهارات. والميكانيزم ستيل مش بهارات قوي، يعني ممكن برضو يبقى حاجه، ممكن يبقى فيتشر كمان. بس خلينا نمسك البنفيتس كده. انا عندي من البنفيتس كذا نوع. عندي حاجه اسمها ايموشنال بنفيت. عندي حاجه اسمها لوجيكال بنفيت. عندي حاجه اسمها دايمنشنال بنفيت. اوكي. نمسكهم واحده واحده. اللوجيكال بنفيت اللي هو الكلام العادي اللي الناس بتقوله. مثلا هتحصل على الميزه الفلانيه لما اشترك معايا، مثلا هتحصل على 1 تو 1 كوتشنج لمده مثلا اسبوع، اسبوعين، ايا كان. لوجيكال بنفيت، بنفيت منطقي جدا. خلاص. الايموشنال بنفيت انا بتكلم على مردود ايموشنال العميل هيحسه لما يشترك معايا بشكل من الاشكال. تمام. تعال ناخد مثال سريع كده. اروح على حاجه من ضمن الحاجات اللي انا كنت عاملها، بس ده كان زمان شويه، طبعا احنا ضفنا على الحاجات دي زمان. في فيديو مش عارف اذا كنت حضرتك شفتوه ولا لا، اسمه ثانك يو فيديو، الناس لما تحجز مكالمه بتشوفه عندي. خلاص. بتكلم على ايه؟ على حاجه اسمها، تعالوا نعمل بس كده. اطلع دي لوحدها في حته كده. امسك ده هنا كده وده هنا كده. خلاص. اتمنى كل حاجه تبقى متشافه يعني. هنا انا عندي حاجه اسمها ليرنينج هاب. الليرنينج هاب ده عباره عن ايه؟ المكان اللي الناس بتخش تاخد فيه الكورس. بس بدل ما اقول هتدخل تاخد معايا كورس مدته كذا، عدد ساعاته كذا، 6 اسابيع، مش عارف ايه، انا اديته اسم واديته بوزيشننج على انه ميكانيزم، وشرحت الايموشنال بنفيت بتاعته، وشرحت حاجه اسمها دايمنشنال بنفيت، بس يعني هنيجي لها كمان شويه. خلاص. نمسك الليرنينج هاب. الليرنينج هاب عباره عن المكان اللي فيه ال6 اسابيع. بدل ما نقول هتاخد كورس 6 ويكس في مش عارف ايه، ده انا بتكلم في كل ده فن، يعني فن الكوبي رايتنج اللي احنا بنتكلم فيه ده كله. ازاي اكتب كلام يخلي الناس تشتري؟ ازاي اقول كلام يخلي الناس تشتري؟ الكوبي رايتنج هو الماركتنج، هو دايركت، ده حاجه اسمها دايركت ريسبونس ماركتنج اللي احنا بنعمله دلوقتي، انا بشرحه دلوقتي. تمام. دي اسس مش هتلاقوا حد بيتكلم فيها. مفيش حد تقريبا، الا طبعا الناس القديمه بقى الكبار، يعني المليونيرات بقى اللي بنتكلم، جاري هالبرت، ديفيد اوجليفي، كلود هوبكنز. الناس دي بتتكلم يعني ده الماركتنج، ده الفن. خلاص. هتاخد اكسس على الليرنينج هاب. الليرنينج هاب ده عباره عن ايه؟ زي ما قلنا بلاتفورم جميل فيه 6 اسابيع. طيب هتاخده ليه؟ ايه البنفيت؟ ده اللوجيكال بنفيت، عشان تتعلم وتدخل المهارات اللي هتحتاجها عشان تبدا في تنفيذ البلان اللي صممناه مع بعض. كده اللوجيكال بنفيت خلاص تمام، شكرا. طيب هنا بقى بدانا شويه في الايه، بدانا نخش في الدايمنشنال والايموشنال مع بعض. الايموشنال جزء من الدايمنشنال.
يعني عندنا دايمنشنال ده الحاجه الكبيره، الايموشنال ده حاجه تحتها البنفيت. خلاص. هتعرف بالظبط من اول يوم ايه اللي المفروض تعمله من خلال خطه منظمه ومختبره على ناس وصول ارقام شهريه من اول دقيقه تدخل فيها الليرنينج بروجرام. من هنا تعالوا بقى نشرح يعني ايه دايمنشن. دايمنشنال دي يعني كان انا بغمض، بخلي العميل يغمض عينه كده ويحس هو داخل عليه. يعني بخلي العميل يشوف الدنيا من منظوري انا. خلاص. من اول دقيقه هتدخل عليها من ليرنينج هاب. خلاص كده انا بتخيل ايه بقى، ده دايمنشن بقى في 3 دايمنشنز. تخيل بقى 3 دي. من اول ما تدخل على انا بتخيله بقى ان هو في باب كده. اول ما تدخل على الليرنينج هاب ايه اللي هيحصل؟ هتعرف بالظبط ايه اللي محتاج تعمله، وهتنبهر من طريقه تنظيم المعلومات، هتحس بوضوح تام. الايموشنال بقى تنبهر وهتحس بوضوح تام من الطريقه اللي مبني بيها بلاتفورم الخطه اللي هتمشي عليها عشان توصل لنتيجه. تمام. somehow سيلز كود سيستم بقى ليها يعني بقت واخده شكل تاني، بقت واخده بوزيشننج تاني. تمام. وكل ده مش هو ده فعلا ده حقيقي. انا ما لونتش، في ناس بتلون بقى. دي مشكله الماركتينج في مصر. بس طريقه التلوين ايه؟ كلها لوجيكال تقريبا. احنا اقوى برنامج تدريبي في العالم، احنا بقى لنا في السوق 9000 سنه، كله لوجيكال. يعني انا مش مهتم. تيل مي يعني يعني ايه العائد؟ واتس ان ات فور مي؟ واتس ان ات فور يو انك لما تدخل على ليرنينج هاب مش ما قلتلوش هي 6 اسابيع، ما قلتلوش هي فيها كام ساعه، كورسات قد ايه، مده الكورس قد ايه، ما قلتش اي حاجه من الكلام ده. قلت عندنا ليرنينج هاب، هتنبهر من طريقه تنظيم المعلومات، عندنا عملاء وصلوا 6 ارقام شهريا، عندنا مش عارف ايه، وهتحس بوضوح تام. لان العميل داخل عايز تايه، انا مش عارف اعمل ايه عشان اجيب عميل. جربت اولموست كل حاجه ومفيش حد قال لي اجيب عميل ازاي. تمام. ده ميكس سبيسيفيك ميكانيزم ليرنينج هاب. بدل ما اقول كورس لا اسمه ليرنينج هاب. خلاص. بدل ما اقول يعني والبنفيت اي حاجه بشرح بيها الميكانيزم. يعني بشرح البنفيت بتاع الميكانيزم. اي حاجه بقدمها، انا بقدم قلم، هشرح البنفيت بتاع القلم. تمام. الايموشنال بنفيت بتاع القلم. ايه الايموشنال بنفيت؟ انت هتحس بكلاريتي لما تبدا تكتب افكارك. من غير قلم مش هتقدر يعني تنظم وقتك، مش هتقدر تعرف حياتك هتبقى يعني افكارك هتبقى عايش في عشوائيه كبيره جدا، مش هتعرف يعني تفهم ايه النكست ستيب بتاعك. مش هتعرف تحس بوضوح في حياتك، هتبقى انسان عشوائي. ونتيجه في الاخر انك لما تبدا تكتب هتلاقي افكارك بتنسلت كده من دماغك، بتنزل في الورقه. هيحصل لك ايموشنال ريليف. هتقدر تفهم وتبص فعلا ايه الستبس اللي المفروض تعملها في الايام اللي جايه، ايه الحاجات اللي ايه الايميلات اللي المفروض تبعتها، ايه البلانز اللي ممكن توصلك للمليون جنيه في الشهر الجاي. هل في حد قبل كده سمع عن حد بيبيع القلم بالشكل ده قبل كده؟ مفيش. مفيش حد بيبيع قلم كده. سيل مي ذس بن. مفيش حد بيبيع قلم بالشكل ده. خلاص. الكونسبت دي مهمه جدا. ده دول انا بتكلم فيها عشان بس ايه نعمل ريفرش. اللي انا بتكلم فيه ده دلوقتي حاجه اسمها ازاي اخلي الاوفر يبيع اكتر. ازاي ادي بوزيشننج اكتر للاوفر بحيث ان هو يعني يطلع لي ناس اكتر تشتري مني، يعلي لي نسبه التحول، يعلي لي نسبه الكونفرجن. نراجع تاني سريعا. يا اما سبيسيفيك ميكانيزم وتديها اسم حلو زي ليرنينج هاب، زي بروجرس بايلوت. تمام. وهكذا. طيب ننزل على بروجرس بايلوت كده، دي كلها امثله. بروجرس بايلوت ده النوع الثالث من اللي بنسميها ايه الحاجات اللي هي الكونفرجن بوسترز، اللي بتبوست الكونفرجن بتاع الاوفرز. ان انا فعلا اعمل سبيسيفيك ميكانيزم، اعمل حاجه، اعمل فيتشر. سؤال سريع قبل جوهد. في البنفيت. انا لما ابص عندي على التو بلانز اللي انا عاملهم تحت دول، يعني انا مقتنع تماما ان هم طبعا كلهم لوجيكال ويمكن سردين اصلا، يعني واتس نت ان ترمز اوف ساعات، كم مكالمه، حد داونلود ايه، ما اعرفش السوفت وير ايه. كلها يعني حاجه فيري ها، يعني ما لهاش علاقه بالايموشنال خالص. وان كان
حتى الجزء الاولاني ده يعني ما اعرفش ممكن نسميه ايموشنال ولا لا، ان انت هتدخل مع 150 واحد مدة 8 اسابيع. 150 واحد يعني اشتركوا قبل كده. ده هيعلي المرتب بتاعك، ممكن يخليك تحصل على وظائف قيادية وإلى آخره. لكن في تحت بقى يعني البلان دي فيها ايموشنال ايه او لا، ده انا يعني ما تطرقتلوش يعني، فبرضه يعني مش عارف ازاي ممكن يعني الواحد يزود في حاجة زي كده يعني. آم، ف يعني بالنسبة للكورس، معرفش ايه ممكن يكون ايموشنال يخلي الشخص يشوف الخطة دي، لا يقول اه لا انا عايز اشترك في دي، او لا انا مش دي مش وقتها، بما ان هما اتنين يعني. حلو جدا. آه، فاهم قصدي ايه يعني؟ انا فاهم قصدك صعب. طبعا. اه ايه اللي صعب اقوله في متخيل. حاجه زي كده تخلي العميل يحس ان هو هياخد بنفيت معين؟ ان انا افكر في النتيجه. هو العميل داخل ليه؟ نرجع للريسيرش بقى. انا ليه اصلا بعمل ريسيرش؟ عشان العميل عايز يحس ان هو عايز يجيب نتيجه معينه. النتيجه المعينه دي هتحسسه بايه؟ هتلاقي ناس تقول لك انا كنت تايه، ولا وفعلا مشيت على ستيب، على سيستم واضح. انا بتكلم عندي مثلا كمثال، مم. فوصلني ان انا اوصل لا مشيت على ماركتنج سيستم واضح. يعني الفكره ان الكونتنت مليان في السوشيال ميديا كتير قوي، والناس تايهه مش عارفه تاخد ايه، مش عارفين يتفرجوا عليه عشان يجيبوا عملاء. فبالتالي بيحصل توهان. لكن لما الاقي سيستم واضح الله بيرتاح. الراحه دي ايه؟ ايموشن. فانا مم. بشوف العميل عايز يوصل لايه، وبكتب كده الايموشنز بتاعته لما يوصل لها، بتخيلها يعني، بغمض عيني كده واحس هو انا لما العميل بتاعي يجيب كلاينت ايه اللي هيحصل له، او يبقى عنده سيستم يجيب له كلاينتس بشكل مستمر. هينام وهو صاحي ومطمن، قصدي هينام وهو مطمن ان هو عارف ان بكره بشكل من الاشكال هيقول العميل ايا كان ايه اللي بيحصل. هينام وهو مطمن. مم. تمام. لانه هينام وهو مطمن ان هو عنده، ان هو فعلا بعد كل المجهود اللي بذله ده وصل لبزنس فعلا يعني هيحقق له حاجه، هيحقق له الاهداف الماديه اللي كان عايز يحققها بعد التعب اللي تعبه ده كله. فبيحصل راحه، بيرتاح. تمام. فلما اجي اقول له مثلا ايه، هتحس براحه لانك وصلت للخطه اللي هتمشي عليها، لان ده بحث، ده مده. هعرف ده كله منين؟ من الريسيرش. عشان كده بنعمل البروجرام ده مبني بسيستم، يعني سيلز كود سيستم مبنيه بجد والله. احنا تعبنا قوي، او انا قعدت 6 شهور ببني في البرنامج ده. كل حاجه محطوطه بحس يعني يعني في مكانها الصح. تمام. انا لو عايز اعدل في الاوفر من خلال الاستخدام الريسيرش يعني، هل يعني انت يعني انت بتساعدني في دوت، ولا انا طبعا. بعمل واعرض، ولا يعني طبعا. الموضوع ماشي وان ال واي ولا ال تو واي؟ البروسيس بتاعتنا كالاتي. طبعا انا وكوتش ايه احنا مع بعض. فانا بلقي نظره على الحاجه، قوم رايح قايل والله احنا ممكن نضيف هنا بنفيت في الحته الفلانيه، ممكن نضيف هنا سبيسيفيك ميكانيزم، ممكن نضيف هنا سبيسيفيك فيتشر. انا بشوفه بنفسي، انا ببص لك عليه بنفسي وبقول لك ايه اللي محتاجين نضيفه. تمام. وبقترح عليك طبعا. هتقول لي مثلا لا دي يا عبد الله مش مظبوطه قوي، مش يعني ايه، لا بلاش، يعني مش هعرف اعملها. دي هعرف اعملها. خلاص. دي ماشي، ممكن متعبه شويه بس لما هتعمل هتجيب لنا عملاء اكتر، وهكذا. ده البروسيس اللي احنا جوه باوتت فيه يعني في الحته دي بالذات. تمام. اوكي. تلاقي ايه بقى عندنا بقى كده ستاك اوف فاليو. العميل اصلا ممكن يدخل، انا في حد اشترك معايا دخل عشان نظام البروجرس بايلوت اللي تحت ده. قال لي انا اشتريت اصلا منك عشان اعرف ازاي اطبق نظام المتابعه ده عندي في البيزنس. طبعا نظام المتابعه ده حصل عليه ابجريدز كتير جدا دلوقتي، يعني بقى حاجه تانية خالص، عملنا حاجه ثالثه خالص بعيدا عن البروجرس بايلوت ده. البروجرس بايلوت ده بقى حاجه فظيعه دلوقتي، لسه هنعمل عنها فيديو قريب يعني. تمام. نكمل. هل انا كده جاوبت على سؤالك؟ اه يعني اقصد مثلا يعني ابعت لك، يعني ابعت درافت مثلا ليك، ومن خلال الشات يعني نعدله، ولا بالظبط. ده بيبقى داخل هتبعت لي كل الكودز؟ ممكن نعملها 1 تو ميتنج لو حابب عادي. نو بروبلم. انا شايف انه ورثت الصراحه. نقعد قعده كده لذيذه، كوبايه القهوه الجميله، ونمسك بقى الاوتلاين بتاع البروجرام. نقول اه هنا ممكن نضيف كذا، هنا ممكن نضيف كذا، هنا ممكن نضيف كذا. وي كان دو عادي، ما عنديش اي مشكله. اوكي. تمام. حابب تبعت لنا الاوتلاين شات، واحنا برضه نبص عليه بحيث ان احنا بنبقى داخلين باجنده معينه في الوان تو ميتنج ده، بحيث مثلا نوفر الوقت برضه بتاعنا.
يعني ناخد كده ايه نص ساعه بالظبط نطلع فيها، خلاص احنا اوريدي داخلين باجنده معينه، شفنا الاوتلاينز وظبطنا كل حاجه، ممكن برضه مفيش اي مشكله. انا هنا اوكي. عشانك. اوكي. تمام. alright خلينا بقى تمام. نكمل الشرح بتاعنا. حد في مش فاهم حاجه، ولا كلنا مستمتعين حاسين ان في حاجه فعلا بناخدها؟ اوكي. انا هعتبر الصمت موافقه. تمام. اوكي نرجع تاني نقفل ده، ونرجع للفيتشر، وبعد كده نمسك المثال نشرحه تاني. الفيتشر انا بضيف، بعمل حاجه بقى بجد مختلفه. ده بقى اللي يعني ايه، انا صممت حاجه انا الوحيد اللي بتميز بيها في السوق. تمام، معلش ادوني دقيقه واحده، دقيقه واحده وجاي. اوكي. اوكي ام باك. سامعني كويس؟ اه تمام. اوكي. الفيتشر زي ما قلنا انا بعمل حاجه فعلا مختلفه. تمام. ستيل ممكن الفيتشر ده يبقى ميكانيزم باسم مختلف، برضه نفس الكلام، الميكانيزم ده يتعمل في اي حاجه. تمام. هل الميكانيزم يعتبر فيتشر؟ اه، بنسبه كبيره، بنسبه كبيره فيتشر. انا مثلا عندي كرسي والله وات ايفر بيلف 720 درجه مثلا، بيتني 90 درجه، يبقى ده فيتشر وميكانيزم في الكرسي الاثنين. امم. تمام. بس انا ممكن، هل ينفع اقول مثلا على ان انا لا انا عندي نفس الكورس بس اديته ميكانيزم مختلف وحطيت اسم طريقه معينه، يبقى انا كده ده فيتشر؟ لا. يعني مثلا الليرنينج هاب فيتشر؟ مش فيتشر ولا حاجه، ده اي كورس في الحياه في بلاتفورم، في مكان الناس تاخد عليها كورسات. كنا انا اديته اسم ويعني حطيت عليه شويه بهارات، بقى فيتشر؟ لا، ما بقاش فيتشر. برضه مشكله كبيره ناس بتعملها كتير قوي، ماركتيرز كتير جدا لما يجي يسوق يقول لك ايه، هتاخد 6 اسابيع كوتشنج معايا وهيقعد يحط بهارات بقى، ومش هسيبك في ال6 اسابيع دول الا لما تجيب كل النتائج الفظيعه اللي انت داخل عشانها. طب ما ده العادي، انا متوقع كده، لو انا هديك فلوس انا ده انا متوقعه اصلا. ايه الفيتشر في كده بقى؟ مشكله 90% من الكوتشز والماركت يعني، واي حد بيسوق عامه بعيد عن الكوتشنج عامه، وهنا في مصر بالذات سبيسيفيكلي يعني، حاجه عاديه جدا، احط لك شويه كلام كده بهارات ويحسسك انها فيتشر، ده انت هتاخد مش عارف إيه. الناس كلها بتعمل كده اوريدي، يعني ايه الجديد؟ ميستيك رهيب جدا. مش عايز اعمل حاجه شكلها فيتشر وهي مش فيتشر، هي مش اضافه، ما ادتنيش اي فاليو. خلاص. ايه الفيتشر بقى؟ زي ما قلنا، انت مسكت حاجه جديده فعلا، عملت اخترعت حاجه، انفنشن غالبا تبقى اختراع. انا اخترعت حاجه جديده محدش عملها زيي، او فكره ربطت فكرتين ببعض فطلعت حاجه جديده برضه محدش عملها زيي، او قليل اللي طبقها بالشكل ده. تمام. ايه الفيتشر؟ نظام المتابعه بتاعنا وليكن البروجرس بايلوت مثلا. طيب ما الناس كلها عبد الله عندها نظام متابعه، اقول لك لا،
ده انفنشن. تعال نبص سوا. ده نوشن، ده برنامج لتنظيم للبرودكتيفيتي ان جنرال. خلاص، عندنا منه كذا حاجه، عندنا كذا حاجه. تمام، عندنا 4 حاجات بنتابع بيها العملاء. ده النظام الجديد بتاعنا حاليا. حاجه اسمها كلاينت سكسس تراكر. العميل بيبقى داخل الجوين ديت بتاعه، بالاند ديت بتاعه، بالايام اللي فاضله، بالايام اللي خدها اوف، بالايام اللي المفروض ياخدها، بميعاد اللي هيلانش فيه البيزنس بتاعه، ايميل وفون نمبر واجابات على شويه اسئله سبيسيفيك عندنا. تمام، دي اول حاجه. ده كده يعني لسته بكل الداتابيز بكل العملاء اللي عندنا. اوكي، نيجي على البروجكشنز. بروجكشنز احنا عندنا دي تعتبر مايل ستون. مقسمين البروجرام بتاعنا كله الحاجه و50 فيديو، الحاجه و60 ساعه بتوع البروجرام متقسمين في بروجكشنز. خلاص، بروجكشنز ايه يعني؟ ايه بروجكشنز؟ مايل ستونز. نيش بيكر، ماركت ريسيرش، مينيمم فايبل اوفر، ماركتنج مسج، سكيب ان ارايفل، مينيمم فايبل كورس، ريكوردينج ويك 1، كونتنت كريشن، لانشنج، مش عارف ايه، 1 في 1، 1 تو 1 فيسل كريشن، سيلز بريباريشن، فانلز اند سيت اب. مايل ستونز، الليفلز اللي كل عميل بيمر فيها جوه البروجرام. خلاص، كل عميل بيبقى ليه اسم، بيبقى واقف في انهي بروجكشن، بيبقى خلص امتى، ديت فينيشد، دايز تيكن، خد كام يوم بيخلص في البروجكشن ده، اسمه ايه، التاسكات اللي يعني كل بروجكشن ليه تاسكات. هتلاقي مثلا بروجكشن ده مينيمم فايبل اوفر، هتلاقي التاسكات بتاعته ايه. اتفرج على الفيديو الفلاني في الحته الفلانيه. الام في سي اتفرج على الفيديو الفلاني في الحته الفلانيه. الريكوردنج ويك 1 اتفرج على لسته الفيديوهات دي. كل حاجه في البروجرام متقسمه. فهل انا اقدر اقول على ده انفنشن؟ هل اقدر اقول على ده فيتشر؟ طبعا ده فيتشر. في بزنسز يعني في العرب، في الوطن العربي عندها نفس نظام المتابعه ده؟ اشك. هل في؟ الله اعلم، اكيد ممكن، بس اشك. ده بالنسبه لاكشن ايتم. كل عميل بقى ليه اكشن ايتمز. خلصنا. ده البروجكشنز، انا مقسم كل حاجه. هو في انهي بروجكشن دلوقتي؟ طب انهي اكشن ايتم هو واقف فيه؟ والله بيتفرج دلوقتي حاليا في الاسبوع الثالث في الفيديو الاول، بيتفرج في الاسبوع الرابع في الفيديو الثاني. البروجكشن هو فيه فين، الديو ديت بتاعه امتى، الميتنج اللي جاي امتى، خلص امتى، خد قد ايه في الفينشنج. لا ده سيستم، ده فيتشر اقدر ابيع بيه. طبعا اقدر ابيع بيه. هل ده كونفرجن بوستر؟ ده يعني اكتر حاجه هتبوست الكونفرجن. اتندنس. النهارده خلينا ناخد نظام حاجه عمليه ولا خلاص عشان بس البرايفسي بتاعتنا يعني. خلاص. هي في حاجة من دول بتشاركها مع العملاء، ولا ده السيستم ده انترنال؟ حاليا انترنال. انا ما فكرتش ان انا اشيره. بس I have يعني انا ام اوبن يعني عادي، ما عنديش مشكله لو حد منكم احتاجه انا ممكن ام اوبن يعني. فا I will think about it كده ان شاء الله، واشوف لو نقدر نطلعه بشكل ما هنطلعه. مش اي مشكله. لا انا يعني ده سؤال يعني انت جاوبت عليه. كان ممكن يبقى السؤال رقم 2، بس انا مفيش سؤالي رقم مشكله. 1 اللي هو الكلاينت اللي هو مثلا محمد الشحات حاليا، هل هو اوكي. بيأكسس حاجة زي كده عشان يشوف هو فين؟ فأنا متأخر، أنا يس متقدم. يس حاليا احنا لسه هو خلاص ده اللي فاضل. يعني هو الداتابيز بالشغل بتاعها بالحاجات اللي تحت يعني كل الباك اند ورك اتعمل. فاضل بقى اللي هو الكلاينت فيسنج ورك اللي احنا حاليا شغالين عليه. ان انا اوكي. خلاص كل حد يبقى داخل كده، انا عارف انا التندنس ريت بتاعي قد ايه، غبت كام يوم، حضرت كام يوم، اشتغلت كام يوم، فاضل لي قد ايه، قعدت في كام بروجكشن قد ايه. هيبقى في ريبورتنج كده كل شويه، انا بعت لك كل حاجه ان شاء الله. حاليا بنجهزها يعني. خلاص. طيب نرجع بقى. ده مثال عملي. خلاص. هل ده اقدر اقول عليه انفنشن؟ طبعا ده فيتشر فعلا. هل انا يعني حطيت بهارات؟ ما فيش بهارات خالص. عايزين نفرق بين فيتشر وميكانيزم. اسال نفسك في بهارات ولا لا. بس هل ده في بهارات؟ لا، ده الحاجه بتبيع نفسها. مثال تاني. كان عندنا مدرب صيدلي. خلاص. دكتور صيدلي شاطر، عامل كورس للخريجين. ايه الكورس؟ بيساعد الخريجين ان هم يعني يعرفوا يقفوا في الصيدليه، مهارات الصيدله كلها من اولها لاخرها. خلاص. طيب الراجل ده ضاف ايه؟ الراجل ده عمل ابلكيشن. ده فيتشر اهو، مفيش بهارات ولا حاجه.
عمل اول كلمه قلتها، عمل ابلكيشن. ما حطش اي بهارات. ده انفنشن. الابلكيشن ده بيعمل ايه؟ بتدي له العرض، يطلع لك الادويه اللي المفروض العميل ياخدها. ده مصمم لحد ابيض يا ورد اول مره يقف في صيدليه. مم. الابلكيشن ده ينفع يتباع لوحده، ينفع يتباع لوحده. برضو عايز تعرف فيتشر، الفرق بين الفيتشر والميكانيزم او البنفيت. الفيتشر ينفع يتباع لوحده، ينفع يتباع لوحده. الفيتشر مش عليه بهارات، مش عليه بهارات. ده الفرق. تمام، فده الانفنشن. فاحنا عايزين نعمل تمام. ايه؟ عايزين نبص عند دكتور محمد، عند كوتش محمد، ايه اللي ممكن نعمل له انفنشن، وهياخد مننا وقت قد ايه. تمام، هل في حاجات كان بي دون ناو اقدر اعملها دلوقتي، حاجات مم. كان بي ديليجيتد حد يعملها لي، حاجات امبورتنت ومش مهم اعملها دلوقتي بعدين ممكن نعملها. دايما في الاولويه في البيزنس لده. ده اهم حاجه. اوكي، ده كده شرح يعني كافي ووافي. هل في حاجات تانية بتوفي يعني بتخلي الاوفرز تبقى مور لايكلي انها تتباع؟ اه بس بسيطه. ده اكتر ثلاث حاجات مؤثره. يعني ممكن نتكلم عن حاجه اسمها فاسينيشنز مثلا. فاسينيشنز دي عباره عن بولتس كده، شويه جمل تتحط في السيلز بيج. جمل كده. خلاص. عباره عن ايه؟ مثلا وليكن انا ببيع كتاب 50 صفحه مثلا، فبكتب هنا مثلا في الصفحه الخامسه هتعرف مش عارف ايه كده، في الصفحه رقم سبعه هتعرف حاجه فظيعه انت كنت نفسك تعرفها مش عارف إيه. فيبدا يحس ايه، اه لا الكتاب ده فعلا في ناس ممكن تشتري عشان فاسينيشن من دول. ده اسمه فاسينيشن. ده اسمه كده. آه، ده السبيلنج بتاعها. فاسينيشن. اوكي. اوكي. بتخلي الحاجه مور فانسي somehow. عشان كده اسمها فاسينيشن. اي ثينك ده طبعا. ده سجيشن يعني، مش شرط يبقى صح. اشتقاق اوكي. لغوي جميل. تمام. اه. بالظبط. أنا آخر حاجة يعني ممكن أسأل عليها، مركزة برضو في موضوع الميكانيزم والفيتشرز وكده. أنا أحيانا طبعا بما إن أنا كنت بعمل حاجات لايف قبل كده، مهم. ففي ناس مستنية إن أنا أعمل الموضوع ده تاني. وانا يعني كل ما بفكر فيه بصراحة يعني بلاقي انه لا، يعني انا يعني كلايف ستايل وان ذا فيوتشر، لا انا مش عايز اعمل حاجة لايف تاني يعني، خصوصا ان الكورس السيرتيفايد ده ده مش 10 ساعات ولا 5 ساعات ولا حتى 20 ساعة، كورس طويل جدا. مهم. يعني آخر مرة كان 70 ساعة، وقعدت 3 أسابيع صوتي رايح بلف على الدكاترة مش عارف أعمل فيه إيه. فأنا عايز اه. أتجنب خالص القصة دي. فالأوبجيكشن أحيانا اللي بيجي لي أنا عايز اللايف. في شك إن طريقة المتابعة نوعا ما هتفيد في حد، لأن طبعا ميزة اللايف إن أنت أون ذا سبوت ممكن تسأل المحاضر أو الانستراكتور أو أيا كان يعني الترينر، وتاخد اللي انت عايزه في كوميتمنت في اكونتابيلتي ان انا كل يوم تلات بشوف بالساعه 8 كده يعني. فاستعيد عن ده ازاي؟ طبعا في عميل هو كده دماغه الف سيف، لا انا موضوع الاونلاين ده فاشل، او حتى سواء زوم او لايف او حتى حاجه متسجله يعني، لا انا مش هتفرج على حاجه زي كده. هو عايز يحضر الراجل في كلاس روم، ماشي، ده ملناش دعوه بيه خالص. لكن يعني الاونلاين اللي الاونلاين. مش عايز ريكورد. اه, مهم. ايه اكتر ميكانيزم؟ طبعا في ناس باي ديفولت بتيجي لا انا مواعيد شغلي مش هينفع اسمعها اللايف، هو انا عايز ريكوردد فعلا عشان اتفرج على راحتي، واتفرج في ناس بتتفرج اكتر من مره وكلام دوت يعني. ايه هي الميكانيزم او الحاجات اللي انت يعني من خلال خبرتك شفتها بتسهل او تشيل بقى فكره ان انا هتفرج على فيديوهات، اتفرج على حاجه متسجله؟ يعني ايه اللي يشيل الفكره دي ذات نفسها؟ لان انا طبعا زي ما انت شفت الموضوع عندي ده، انا حتى يعني كاتب انت هتتفرج مش عارف على 22 سيشن مش عارف كام ساعه، فكل ده بيزود اصلا فكره
ان انا هتفرج على حاجه متسجله مع نفسي يعني، فازاي يعني انا برضه من الحاجات اللي عايز اعدلها في الاوفر، ازاي اعدل في الاوفر الحته دي خالص يعني، اشيل بقى يس. الموضوع ده يعني. فاهم اوكي، قصدي؟ سؤال جميل جدا. دلوقتي انا عندي حاجتين. انا ككوتش محمد، انا مش عايز اقعد كل شويه اطلع لايف، ومش عايز اقعد في نفس الوقت لما اجي ابيع يجي لي عميل يقول لي ايه، انت بتقدم ريكوردد بس. فالمشكله هنا يعني في حاجتين. الاولى، منظور العميل للريكوردد، الحاجه المسجله للمسجل. حد كان بيسال؟ يس. كوتش ايه بتقول طريقه المتابعه، ما نقولش العميل كام ساعه، نبيع النتيجه مش الماتيريال، نفس الكلام. اوكي. بس انا خلينا اديك عمق هو طبعا اجابه كوتشاي 100%، هو ده اللي انا عايز اقوله لك، بس انا هقدمها لك بعمق مختلف شويه. المشكله فين؟ منظور العميل المسجل في مصر، بسبب ان في 90% منهم من الماركت بيعمل ايه؟ بيعمل ميتنج زي اللي احنا عاملينه كده، ويسجل الكورس كله مره واحده، ويبيع الكورس المسجل للناس كلها. ده منظور العميل المسجل، ان هو يبقى حاجه. انا قاعد بكلم كوتش محمد، هو داخل فاكر يعني، والعميل داخل يعني يتعلم المهارات من الشرح بتاع كوتش عبد الله اللي بيجاوب فيه على اسئله كوتش محمد. ده منظور العميل للمسجل. طبعا لو سالت لو سالتني انا، هل انا كعبد الله هوافق على المسجل بالشكل ده؟ طبعا لا. انا نفسي مش هحب اخش كورس كده. تمام. طب ايه الحل؟ الحل ان انت بتعمل حاجه اسمها اون ديماند تريننج. اون ديماند تريننج. خلاص. وطبعا في حلول كتير، بس انا بتكلم في حل بقى اللي هو اللي ده الميكانيزم او الفيتشر اللي احنا عايزينها. ده مش ميكانيزم، ده يعتبر فيتشر. خلاص. ويعتبر ميكانيزم بصراحه، يعني ان هو طريقه. انا ما غيرتش حاجه، خدتها بهارات، بس في نفس الوقت يعتبر بهارات للكورس نفسه، ان انا عملت لك اون ديماند تريننج. كنت شايف بتقول ايه؟ انا قلتش بس العميل كام ساعه، ده ستيل لوجيكال بنفيت. بنفيت فاليو. برضه مسجل برضه اون ديماند تريننج نفس القصه برضه. انا جاي لحضرتك اقول لحضرتك على حاجه. الاون ديماند تريننج فيه شقين. هو اون ديماند يعني العميل داخل عارف انه في حاجه، بس مش بتسجلها كوتشنج، مش مسجل درس، مش مسجل كوتشنج، انا مسجل سبيسيفيك ليسون. انا قاعد وقتي كله مخصصه ككوتش ان انا بسجل سبيسيفيك ليسون معمول باستراتيجي معين انا عايز امشي العميل فيه. تمام. ده الشق الاول منه. الشق الثاني ايه؟ ان في لايف تريننج. لو جيت تقيسها، نفس النظام اللي احنا بنعمله في سيلز كوتش سيستم هنا بالظبط. ده ذا هايست موست سكيلابل سيستم مم. في الكوتشنج. في ناس وصلت يعني ل 150 الف دولار يوميا، ادي دولار. اسمه سام اوفنز. من just following this on demand. تمام. طيب، ستيل هتقول لي ما انا عندي فيديوهات مسجله. اول ما اقول للعميل ان في فيديوهات مسجله هيفهمها كده. ده بقى نيجي للحته اللي كانت كوتش شاب بتتكلم فيها. ابيع النتيجه. مجرد ما قلت كورس مسجل 10 ساعات، مش عارف كام ساعه، اتحطيت في الباكت بتاع الكوتش اللي بيبيع حاجه مسجله بمنظور العميل. اتحطيت في الجردل ده، خلاص مش عارف اطلع منه. اتحطيت في البوكس ده. لان انا كنت ببيع ايه؟ انا ببيع ال الكلام بتاعي على انه فاليو وعلى انه فيتشر. ببيع ان هو هتاخد حاجه على انها فيتشر، ولا فيتشر ولا حاجه. بهارات ولا ميكانيزم كمان. مش حاجه جديده، عادي. ده العادي. طيب انا ببيع نتيجه. لو خدتوا بالكم برضو من الناس اللي معانا في البروجرام دلوقتي، احنا ما اتكلمناش تقريبا عن الكورس مدته قد ايه، كام اسبوع. يعني ما فيش اي حاجه في الماركتنج بتاعنا بتتكلم عن الكورس ده كام اسبوع، مدته قد ايه.
هتاخد فيه كام فيديو ولا اي حاجه. ما كناش على اي حاجه من الكلام ده. كل اللي قلناه ان انت عندنا سيستم بيشتغل بطريقه معينه عشان يجيب لك الكاستمرز بتوعك اللي انت عايزهم، يجرو البيزنس بتاعك، يضيف لك فاليو في سبيسيفيك ارياز في النولج بتاعتك كحد كوتش عايز يعرف يبيع لنفسه ازاي. تمام. ابيع النتيجه مش الحاجه نفسها، مش الكورس نفسه، مش الكورس كام ساعه. تمام. عشان ما اتفادى الاوبجكشن بتاع ايه، ايوه ما هو مسجل. خلاص. طيب هل ده هيمنع؟ لا. هيقلل، هيقلل بنسبه كبيره، بنسبه كبيره جدا جدا. يعني احنا مثلا من كل 50 مكالمه بيجي لنا واحد يقول لك ايه ده مسجل مثلا يعني، او من كل يعني اكتر من كده اعتقد يعني. بس هي فرنج اللي ايه، حاجه و50 حاجه و60 مكالمه مثلا او اكتر كمان على ما اتذكر يعني، يجي لنا منهم واحد يقول لك ايه طب ما هو مسجل اهو. وغالبا ما بيبقاش عاملنا اصلا، العميل بيفكر بطريقه المسجل دي والكلام من ده، لا هو لسه بدري قوي عليه، مش عارف يخش سيلز كود سيستم دلوقتي، مش هينفع اصلا. تمام. برضه حاجه ثالثه، ده راجع للماركتنج مسج بتاعتي بتجيب لي مين. هل بتجيب لي الناس اللي عايزه مسجل؟ الرساله التسويقيه الكلام اللي انا بقوله في الماركتنج بتاعي بيجيب لي الشخص ده؟ لا. عشان كده نسبه قليله جدا. كذا حاجه، كذا فاكتور. تمام. طب الاون ديماند تريننج ده، اللايف تريننج اللي بعمله مدته قد ايه؟ على حسب عدد العملاء. احنا عشان عدد العملاء عندنا يعني متوسط، مش عالي قوي ولا قليل قوي، فبنحتاج نعمل 2 سيشنز لكل اسبوع، 2 لايف سيشنز لايف تريننج فيها ميكس ما بين الكيو ان اي، يعني لو حد عنده سؤال، تمام، كويشن اند انسر، ميكس ما بين الشرح، يعني ده يعتبر من الميتنجز الدسمه اللي فيها معلومات، ده يعتبر من الميتنجز اللي فيها شرح. تمام. فيها لسون، ده درس جديد، ده حاجه جديده مش موجوده في الكورس اصلا، اللي احنا بنشرحه ده عمق تسويقي مش موجود في الكورس نفسه، ده اضافه، ده فاليو ادد مني. تمام. questions and answers lessons، وبنتكلم في المايند سيت، ميكس كده. خلاص. فلما العميل يبص يقول لك ايه ده انا باخد يعني الفيديوز دي موجوده، يعني مثلا لما حد يسالني الفيديوز مش كده، اقول له لا ده الفيديوز دي موجوده كده عشان السيستم يبقى موجود يتعمل، لكن الشغل بتاعنا كله بنعمله فين؟ بنعمله هنا. ده لما الاقي عميل مقفل، لو بص لا انا مسجل مش عايز، الفيديوز دي موجوده كده كانه كتاب معاك، كتيب معاك، ترجع تتفرج عليها لما اقول لك. لكن انا كده كده المتابعه بتاعتنا كلها بتمشي لايف، كل حاجه بنعملها لايف، الواتساب لايف، الزوم ميتنجز لايف، كل لايف. بس يا كوتش سوري معلش سؤال، اون اتفضل. ديماند تريننج بره ما فيش خالص لايف عندهم، يعني هو مجرد كورس كده عامل زي الاي بوك بتقراه، وكل مثلا مديول او 5 6 صفحات بيديك زي اكزام بسيط كده عشان تكمل اللي وراه وخلاص، ولو عندك سؤال مثلا بتبعت ايميل، بس مش اكتر، ومفيش حاجه لايف خالص، يعني ما فيش يس. التعب والمجهود ده خالص اللي هنا بصراحه يعني. بالظبط. عشان أرقام احنا فلكيه طبعا هناك. احنا ضفنا سؤال مهم جدا، في فرق بين تريننج وكوتشنج. تمام. أنا يمكن خدنا التعبير ده اون ديماند كوتشنج اللي احنا بنعمله ده. اون ديماند كوتشنج. مش بديك بس تريننج، بيبقى في تريننج وبيبقى في لايف كوتشنج. اللي احنا بنعمله ده احنا قاعدين ايه، كوتشنج سيشن، جروب كوتشنج سيشن، قاعدين مع بعض كده بندردش، بنتكلم فيها عن الكونسبتس دي، حاجات كذا حاجه. يعني اللي لو- بيسجل ككورس او حاجه هو بالنسبه له كورس اون ديماند تريننج، يعني فور كوتشنج وات بالظبط. ايفر يعني. فهو بالظبط. اسمه يعني الترمينولوجي اون ديماند تريننج. تريننج لو انا هديك يعني specific set of videos, specific set of books of material ايا كانت ايه، اه ذاكرها. بالظبط. انما ده في كوتشنج، فده اسمه اون ديماند كوتشنج، وبديك الاثنين، الفيديوز وبديك اللايف مم. تريننجز، اه تمام. بديك اللي هو الجروب كوتشنج اللي احنا بنعمله ده. اوكي. ملوش علاقه بالتريننج يعني كده ده ميكس، انت معاك تريننج اوريدي، عندنا مم. بلاتفورم عليها الفيديوز كلها، حاجه و60 فيديو مش عارف كام ايه وكلام من ده، موجود، المنهج الدراسي كله موجود كفيديوهات. لكن الاسئله بقى والمشاكل اللي بتواجه الناس اصل صعب جدا ان عميل يخش يعيش حياته كده مع نفسه، طب ما ايه الفرق، ما يفتح يوتيوب وخلاص.
احنا عاملين كوتشنج ليه؟ عشان في كوتش شاطر يتابع مع العملاء، يساعدهم يجيبوا نتائج وهكذا. ده الفكره. الناس هتشتري عشان، في الكوتشنج بالذات هتشتري عشان الكوتش بنسبه 95%، هتشتري عشان الكوتش، 5% عشان السيستمز والفيتشرز والبنفيتس اللي احنا بنتكلم فيه ده. تمام. تمام. ف- انا يعني في النهايه انا بعت عموما السيلز بيج لكوتش آية ولحضرتك، وبرضه هي كانت طلبت مني البروجرام. البروجرام برضه موجود تفاصيله يعني. فيعني يعني لو يعني الكوتش هي برضو تساعدني، داخله هنا بصراحه كومنتات جميله، يعني لو تساعدني في عمل فيرست درافت لتغيير الاوفر دوت يعني اكون شاكر جدا. بالنسبه لي يا كوتش، انا مش عايز اغير الاوفر بتاعك خالص، انا عايز نحط شويه بهارات ونخلق شويه فيتشرز بس. اوكي. وهو ده كذلك، اكتر، مفيش ده اللي انا مشكله. عايزه، وده اللي انا حاسس ان هو باذن واحد احد لا هيدي عمق كده جميل للبروجرام بتاعك، هيدي عمق للماركتنج، هيدي بوزيشننج مختلف تماما عن اي حد بيبيع كورسات في اللين 6 سيجما اصلا. خلاص خلينا نعمل كده باذن الله. اوكي، ده اللي احنا عايزين نعمله. طب انتل ناو، حاجه اخيره عايز اضيفها في الاون ديماند تريننج، او الاون ديماند، سوري، الاون ديماند كوتشنج، اللي احنا بنعمله فيه ايه؟ على حسب عدد العملاء بنزود السيشنز. بمعنى انا عندي 5 عملاء بس، هل منطقي ان انا اعمل 3 لايف سيشنز كل اسبوع؟ تو ماتش. مش هيلحق يخلص اللي انت اديته له اصلا، مش هيلحق يذاكر. لو عندي 5 عملاء مثلا، وليكن من 5 ل 15 عميل، كافي جدا تعمل سيشن واحده في الاسبوع، اون سيشن. الاون ديماند كوتشنج بيريحني جدا، يعني بيريح الكوتش قوي. انا عندي حاجه متسجله بتعب فيها في شويه في الاول على ما اجهزها، في حاله كوتش محمد هو اوريدي مخلصها، فخلاص الجزء الصعب اتعمل خلاص. طب اللي لسه ما خلصهاش يجتهد مثلا اسبوعين 3 5 6 اسابيع، يخلص يسجل الكورس بتاعه. خلصنا تسجيل، انت بقيت باشا خلاص. العميل هيخش، هتقول له اتفرج على فيديو فلان، واتفرج على فيديو فلان، واتفرج على فيديو فلان، الموضوع خلص. نتقابل يوم كذا الساعه كذا بعد ما تكون اتفرجت، وهمسك السيشن دي. انا مش هقفل السيشن فعليا الا لما يكون كل الناس اسئلتها جاوب عليها. إيه، اصلا أنا دي الحاجه الوحيده اللي بتعب فيها يعتبر، يعني ده اللي انا يعني اصل خلاص الكورس اتسجل وانا قاعد ما بعملش حاجه فعليا. كل اللي بيتم انا قاعد بتابع بشرف، والله العميل عمل كذا كذا، تمام، حد عنده سؤال بجاوبه وخلاص. فمش هاجي على السيشن الوحيد اللي في الاسبوع كله وهعمله اي كلام، لا، هقعد مع العميل ان شاء الله 5 ساعات. كده كده في نسبه حضور من 5 او 15، مش هيحضروا كلهم برضه، هيحضر لك 3 4. هتخش في السيشن، يعني تشرح كل حاجه ممكن تتشرح عشان هم يطلعوا مرضيين خلاص. طب لو عندك من 15 ل 40 عميل مثلا، صعب جدا تجمعهم كلهم في سيشن واحده. هتلاقي السيشن دي مطت، ممكن تقعد بقى 3 ساعات في السيشن. فمن 5 ل 15 بنعمل ايه؟ 2 سيشنز كل اسبوع، وهكذا بقى. اكتر من 40 بنعمل 3، تمام. طب اكتر من 70 بنعمل 4، وهكذا. تمام. يعني من 40 ل 70 ستيل 2 سيشنز. 100 عميل ستيل ممكن تبقى 2 سيشنز بس هتطول شويه، ممكن السيشن تخشها في 3 ساعات ولا حاجه. في فتره احنا كسيلز كود سيستم كنا كده 2 سيشنز وعندنا حاجه و60 عميل. كنت بقعد في الميتنج مثلا من الساعه 8 للساعه 11 عادي، انا مبسوط مش زعلان. تمام. في ناس ممكن تزود عادي. هل من اباف 70 اعمل 3 سيشنز في الاسبوع على طول، وهكذا. ده الاون ديماند كوتشنج سيستم، يعني يو كان سكيل تو ذا مون فعليا. طول النهار الفي اس ال فانل بتاعتك بتجيب لك عملاء، الاعلانات شغاله ما بتوقفش، المكالمات شغاله ما بتوقفش، السيلز تيم بتاعك بياخد مكالماتك، وانت قاعد باشا. دخل عملاء، تشرف عليهم، تشتغل معاهم، تساعدهم، وهكذا. اوكي. تمام. طيب، حد عنده اي سؤال في الشرح اللي احنا شرحناه، الكونفرجن ميكانيزم، الاوفر، الفيتشرز والبنفيتس، الميكانيزمز، لغايه دلوقتي كله متابع؟
السيشن ده مهم جدا 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 يا جماعه. انا اول ميك شور ان انا يعني اسيب الريكورد بتاعه عندنا في البلاتفورم، مهم جدا. في فاليو باكت غير طبيعيه. طيب كده ما حدش عنده سؤال. كنت محمد عندك اي سؤال؟ لا تمام، شكرا. اعتقد يعني ننسق بقى في التعديلات اللي حضرتك قلتها اخيرا دي اوف ذا سيشن، يعني اوتسايد السيشن، صح كده؟ اوكي مفيش مشكله. بالنسبه للاوفر سبيسيفيك بتاع حضرتك بقى، محتاج بس منك زي ما كنت شايف كانت بتقول، انا محتاجين اوتلاين كده البروجرام خلاص، وانا وهي نقعد ندردش في الماتيريال نفسه. بعد كده هنطلع مهم. بايه كام حاجه وهنخش ميتنج 1 تو 1 ان شاء الله. مش هيبقى طويل يعني، لان احنا كده كده هنكون دارسين كل حاجه. هنقول لك على فيتشرز معينه نعملها، قدرنا نعملها هتاخد وقتك وتعملها ونخلصها ونضيفها على البروجرام. وهنقول لك هتسوقها ازاي، ازاي هنحطها. اوكي. ده خطوة غير خطوة الفيديو او الفي اس ال؟ ممكن تتقال في الفي اس ال يعني بشكل ده ما ملوش يعني. علاقة بده اقصد يعني. لا لا، اصل انا بقى ده ماركتنج. انا ضفت مثلا فيتشر وليكن بروجرس بايلوت، انا بسوق بيه، بستخدمه في الماركتنج. الناس اللي حجزت مكالمات بتخش على فيديو تتفرج على على شرحي بقى للنظام المتابعه بتاعنا ماشي ازاي مثلا، وهكذا يعني. هقول لك هنستخدمها ازاي في الماركتنج، ما تقلقش. اوكي تمام، شكرا جزيلا. اوكي. نقطة.